تخيل تمشي في جنازة وحوالين النعش ناس حزينة، أهلك وصحابك وكل معارفك كلهم بيعيطوا، واللي بيقول ده كان طيب واللي بيقول ده كان كويس، ده عمره ما عمل حاجة غلط. كل بيتكلم إنك مشيت بدري وسبتهم وإنت في وسطهم واقف حي. تحس إنك في خيال علمي، ولا هتحس إن أنت عايش في قصة رعب، ولا أنا بحلم؟ أنا ياسين الراوي، والنهاردة معانا قصة حقيقية حصلت في الهند. البداية عند شخص في الهند اسمه سوارش كومار. الشخصية الأساسية هنا هو راجل بسيط من قرية صغيرة في ولاية أوتار برادش في شمال الهند. سوارش كان عنده في الوقت ده حوالي 40 سنة. هو كان مزارع بسيط عايش في بيت متواضع، مش مشهور ومش غني ومش حواليه ناس كتير، شخص بسيط زي معظمنا. راجل عادي بيصحى بدري وبينام بدري علشان يصحى تاني يوم يكمل شغله. بيصحى بدري يشتغل في الأرض، وبالليل يرجع يشرب شاي مع أهل بيته. وفي يوم من الأيام سوارش كومار ساب قريته وبلغ أهله إنه رايح يزور خالته في قرية تانية. وهو بلغهم في مكالمة تليفون بسيطة وقال لأهله أنا رايح لخالتي زيارة وراجع تاني يومين وراجع. الموضوع كان عادي جدا، مفهوش أي حاجة مريبة. لكن المفاجأة تحصل في اليوم التاني لما الشرطة تبلغ عن شخص متوفي، بتبلغ عن جثة. الشرطة في مدينة قريبة أعلنت إنها لقت جثة متشوهة ومتفحمة بسبب حادثة حصلت على طريق القطر. وبسبب حادثة القطر دي الجثة كانت متشوهة تماما وصعب الشرطة تتعرف عليها. لكنهم لقوا جنب الجثة حاجة غريبة جدا، لقوا جنب الجثة بطاقة باسم وارش كومار. طبعا بالنسبة للشرطة ده دليل كافي جدا إن الشخص المتوفي ده هو سوارش. فراحوا بلغوا أهله، وفي خلال نص ساعة الموضوع انتشر في القرية بشكل كبير جدا. طبعا الحزن والصدمة نزل زي الصعقة على أهل سوارش. أهله وقعوا من الصدمة والصوت بدأ يعلى والجيران بدأت تتجمع على صوت الأهل. معقول ده كان لسه بيضحك معانا من كام يوم، ده كان كويس ما كانش بيشتكي من حاجة، ده كان يعني ما كانش فيه حاجة غريبة حصلت، كانت الوفاة مفاجأة. يا عيني ده ما شافش خير في الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبدأت التجهيزات وشافوا الجثة. ما قدروش يتأكدوا من ملامح الجثة، لكن قالوا طالما البطاقة معاه يبقى هو. والناس كلها بدأت تجهز الجنازة. اليوم التاني القرية كلها خرجت عشان تودع سوارش. لكن المفاجأة هنا تحصل لما سوارش نفسه، وفجأة والناس واقفة في العزا والدخان طالع من النعش، باب البيت بيتفتح. سوارش واقف لابس عادي، متلخبط، ماسك شنطة صغيرة، واقف علامات الذهول على وشه. بيقول في ايه؟ انا جيت اعزي. الناس سكتت، الصوت الوحيد اللي كان مسموع صوت خشب النعش وهو بيطقطق في النار. طبعا في الهند عارفين لما الشخص بيتوفى بيحرقوه بيحتفظوا بالرماد بتاعه. دي في الهند. الجنازة وقفت، وفي ست صرخت يا ساتر، الشبح جه يعزي بنفسه. في اللي جري واللي اتشهد واللي وقع من الرعب. سوارش مش فاهم حاجة، بيقول لهم أنا سوارش، أنا جاي من عند خالتي، سمعت إن في وفاة في العيلة، جيت أعزي، لقيت صورتي. التحقيق بيبدأ. مين اللي مات؟ الناس هديت. سوارش بدأ يشرح أنا كنت ماشي من يومين، متكلمتش مع حد، الموبايل كان بايظ، كنت عند خالتي في قرية ما فيهاش شبكة. وطبعا أول سؤال كان طب الجثة دي لمين؟ بعد التحليل اكتشفوا إن الجثة مش لسوارش، وإن البطاقة اللي كانت مع الجثة مسروقة. يعني في واحد مات تحت القطر بس مش معروف مين هو، وكان شايل بطاقة مش بتاعته. واللي حصل البلد كلها دفنت راجل وهو عايش. طبعا فرضيات مجنونة، الناس بدأت تسأل مين الشخص المجهول اللي مات. طب هو كان بيستخدم بطاقة سوارش عشان بيهرب من حاجة؟ طب هو في جريمة حصلت؟ طب الشخص ده انتحر ولا اتدفع؟ حد زقه؟ الحكومة قررت تعمل تشريح للجثة وتحقيق موسع، بس لحد اليوم ده
هوية الراجل اللي مات لسه مجهولة. الاحتفال الغريب بقى إن بعد اللي حصل أهل سوادش قرروا يعملوا له احتفال رجوع من الموت. جابوا حلويات وعملوا فرح صغير وقالوا إن ربنا رجعه من القبر، وكان في ناس بتطلب مباركات منه كأنه مبارك بالحياة التانية، وفي ناس في القرية قالت ربنا كتب له عمر جديد، وغيره قال ده درس من ربنا إننا مستعجلش على الناس. في نهاية الفيديو حابب أقول القصة دي مش بس غريبة، هي مراية لحاجات كتير. احنا بنصدق الورق أكتر من الواقع. ممكن غلطة في الطاقة أو سوء تفاهم تغير مصير بني آدم، وإزاي الموت ممكن يكون على بعد خطوة وإنت مش واخد بالك. ورش راجع بيته لكن صورته لسه في الذاكرة بتاعتهم إنه ميت ورجع من الجنازة، الميت الذي رجع من الجنازة، الرجل الذي عاد من الموت. ودي كانت قصة النهاردة من راوي كاست. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة، وقولنا في الكومنتات تحب ايه القصة اللي جاية. أنا ياسين الراوي وده كان راوي كاست. سلام.